هذا الفراغ، هذه الفوضى، هذا الانتشار للسلاح، هذا الصراع على السلطة وعلى الثروة جعل من ليبيا بيئة مخلخلة تماما أمنية، وجعل منها بيئة جاذبة وحاضنة لأي مجموعة كانت تملك السلاح، بما في ذلك المجموعات الإرهابية. وبالتالي ليس غريبا أن تصبح ليبيا بيئة حاضنة للتمدد للإرهاب ولمجموعات مثل القاعدة وأنصار الشريعة وداعش أو الدولة الإسلامية. وجدت هذه المجموعات في أماكن محددة، خاصة في مدينة درنا في أقصى شرق ليبيا، في مدينة بنغازي، في مدينة سرت. وهناك خلفيات تاريخية لماذا وجدت بالتحديد في درنا أو بنغازي أو كذا، لها علاقة بتصدير عناصر القاعدة أو استقطاب القاعدة لعناصر من شمال أفريقيا للذهاب إلى أفغانستان ثم إلى العراق، وليبيا كان لها نصيب من ذلك، ومدينة درنا بالذات كان لها أكبر نصيب من داخل ليبيا. أعلى نسبة شباب ذهبوا إلى العراق من ليبيا هم من درنا، وبالتالي عاد كثير من هؤلاء، مئات منهم ومنهم ما يعرف بكتيبة البتار التي كانت تقاتل في العراق، عادوا إلى ليبيا وسيطروا في درنا. والآن مدينة درنا تكاد تكون مسيطر عليها بالكامل من عناصر الإرهابية. هنا ما علاقة الإرهاب بالتحدي الديمقراطي في ليبيا؟ قامت ثورة في ليبيا من أجل إنهاء الظلم، من أجل إنهاء الاستبداد، من أجل إنهاء الدكتاتورية، وبالتالي يفترض أن الهدف الأساسي من الثورة في ليبيا هو الانتقال بليبيا إلى نظام ديمقراطي، لأن الديمقراطية كما في مقولة مشهورة لتشرشل هي أقل الحلول السيئة سوءا، يعني هي أفضل ما وصلت إليه البشرية من أنظمة لتنظيم شؤون المجتمعات وإدارة السلطة والسياسة، على افتراض أن الديمقراطية عندما نصل إليها وتترسخ وتتجدر توفر للمواطن الحد الأدنى من الحريات، من الأمن، من سيادة القانون وحماية القانون، ومن الرخاء، ومن أيضا التنمية والتطوير. ولكن عندما تكون هناك مجموعات تحمل فكر مثل فكر القاعدة وأنصار الشريعة وداعش، ترى من معتقدات دينية بحتة أن الديمقراطية كفر وأن الديمقراطية حرام، وبالتالي أنت تصطدم مع عائق مهم جدا جدا وخطير له جذور أيديولوجية، والمجموعات التي لها جذور وتأصيل أيديولوجي هي أخطر من أي مجموعات أخرى ربما تحركها المصلحة أو النفع. من هذا الباب نرى أن عملية التحول الديمقراطي في ليبيا اليوم، التحول إلى دولة دستور، إلى دولة مؤسسات، إلى سيادة قانون، إلى تداول سلمي على السلطة، إلى الفصل بين المؤسسات، تصطدم مباشرة بهذا المعوق الكبير الذي يسمى الفكر الإرهابي الذي له جذور ومنطلقات دينية إسلامية. طبعا ليس كل الإرهاب في العالم له جذور دينية أو إسلامية، الإرهاب معروف منذ أكثر من 50-60 سنة، في مراحل معينة كانت له جذور في الفكر اليساري، موجود الإرهاب في بريطانيا، في إيرلندا، في أسبانيا، في إيطاليا، في اليابان. لا يمكن أن نقبل، ونحن وهذا أعتقد متفق عليه حتى في الغرب الآن، لا يمكن أن نقبل أن الإرهاب هو فقط بضاعة إسلامية أو نتاج للدين الإسلامي. ولكن في خصوصيتنا نحن في العالم العربي وفي الشرق الأوسط للأسف تم التأصيل له من مفهوم عقيدي وديني، وهذا أمر خطير جدا يحتاج إلى مواجهة. الأمر الآخر الخطير في تحدي الإرهاب اليوم في ليبيا أن هذه الخلخلة الكاملة في ليبيا، الخلخلة الأمنية، عدم وجود دولة مركزية، عدم وجود سيطرة أمنية مركزية، عدم وجود حماية للحدود، وحدود ليبيا البرية 4500 كيلومتر مع 6 دول مجاورة، الساحل الليبي 2000 كيلومتر. هذه الخلخلة، عدم السيطرة المركزية، عدم وجود أجهزة قوية أمنية مثل الجيش والشرطة والمخابرات، يجعل من السهل جدا على المنظمات الإرهابية أن تتمدد وأن تتوسع وأن تسيطر على مناطق معينة. أضف إلى ذلك أن ليبيا دولة غنية جدا بثرواتها النفطية، ونحن نعرف أن داعش في العراق وسوريا سيطرت على حقول نفطية وعلى مصافي نفطية وبدأت تبيع النفط، وأصبح هذا النفط هو مصدر كبير جدا للمال، والمال يأتي بالسلاح وهكذا. ولكن الحمد لله لحسن الحظ إلى الآن هذه المجموعات الإرهابية في ليبيا لم تستطيع أن تسيطر
تسيطر على أي منشآت نفطية، وربما من الصعب أن تسيطر لأن الحقول النفطية موجودة داخل الصحراء والموانئ على البحر والساحل، وهناك مسافة كبيرة بينهم، ويصعب تصدير النفط خارج شرعية المؤسسة الوطنية للنفط، وهناك قرار من مجلس الأمن بتجريم تصدير النفط إلا من خلال المؤسسة الوطنية للنفط، الجهة الوحيدة المخولة بذلك. ولكن كما قلت هذه الخلخلة تجعل من السهل للمنظمات الإرهابية أن تتمدد وتنتشر في ليبيا، وأصبحت ليبيا جسر رابط ما بين الشرق في مصر والغرب في الجزائر وتونس، وكذلك مع تشاد ومالي، تتواصل ربما مع بوكو حرام، في نيجيريا تتواصل مع شمال مالي، تتواصل مع أنصار الشريعة في تونس، قد تتواصل مع بقايا لمنظمات إرهابية في الجزائر، قد يصل التواصل لا سمح الله حتى إلى أقصى المغرب العربي هنا في المغرب، ونسأل الله أن يحفظ المغرب ويحفظ كل دول العالم من شرور الإرهاب. هذا هو الخطر الحقيقي لتحدي الإرهاب الآن.